السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أريد أن أتكلم عن الإعلام الجزائري. هل الإعلام الجزائري يتكلم ويواكب كل الأحداث ويوصل لنا كل المعلومات ويناقش كل المواضيع؟ الذي أراه أن الجزائري حاله كحال الحيوانات السباتية التي تغيب مرحلة من الزمن عن الحياة البرية. فإعلامنا إعلام سباتي وإعلام متغافل أو متواطئ، سميه ما شئت. منذ أيام كنت نشاهد في اليوتيوب فوجدت فيديو للشيخ العفاسي. معروف الشيخ العفاسي مقرئ ومنشد، لا علاقة له بالسياسة ولا بالنشاط الجمعوي، إنسان تقدر تقول عاقل، إنسان ترونكيل بالتعبير نتاعنا. فوجدته يتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين وعن سرقاتهم للإعانات والمساعدات والتبرعات التي جمعت لأهل غزة. هذا الموضوع قاع ما تكلموش عليه في الإعلام نتاعنا في القنوات الجزائرية. لماذا؟ لأنهم إعلام إخواني تابع للإخوان، هم يهضروا على أحبابهم، قدروش يهضروا على أحبابهم. فلما أنا دخلت الفيديو سمعت للشيخ العفاسي، ديت صورة سبحان الله، وإنسان تقدر تقول ثقة مادام مقرئ ويقرأ القرآن، تقدر تدير فيه ثقة. إذا كنا احنا لو كنا نسمعوا الناس لا علاقة لهم بالأخلاق ونتفرجوا لهم ونسموهم مؤثرين، فما بالك واحد مقرئ وإمام. المهم اندهشت، على بالكم اندهشت حتى من ثقافة الشيخ. أنا كنت نظن غير مقرئ، ولكن خرج إنسان مطلع ومثقف، الله يبارك، الله يزيده من فضله. المهم احنا الاعلام تاعنا ما تكلمش على هذا الموضوع. من بعد لما خدش هي كي تدخل في فيديو يوليو يخرجوا لك الفيديوهات المشابهه اللي تتعلق بنفس الموضوع، يبداو يخرجوا للمواضيع اللي تتكلم عن سرقات جماعه الاخوان المسلمين لمساعده اهل غزه.